الردم العظيم لذي القرنين الذي انتظره ملايين البشر على مدار قرون عدة. نلاحظ أن الجليد يغطي الردم باستواء شبه عمودي مسطح نظرا لاستواء الحديد وتسطحه أسفل منه، وقد ظهر وسط وعورة الجبال أنه بالفعل من صنع البشر. إن من اتباع الأسباب عند ذي القرنين أنه استخدم زبر الحديد الموجود بتلك المنطقة نتيجة النشاط البركاني في صناعة هذا الردم. إن الجبلين المتقابلين في اللغة العربية يطلق عليهما صدفين، ويظهر هذا جليا أمامنا وهما متصلان بحافتي ردم ذي القرنين مساويان له في الارتفاع عند الالتقاء بقمته، كما قال سبحانه: حتى إذا ساوى بين الصدفين. تهبط الطائرة المروحية على حافة أحد الصدفين أمام الردم ويظهر الوادي، بيد أنه يستحيل النزول إليه من موقعنا هذا. آتوني زبر الحديد. الزبر زي الغرفة، جمع زبرة اللي هي ايه؟ القطعة من الحديد الكبير، ومش حديد وبس، وبعدين هاتوا النار أو خدوه حتى تحمر كده وتنفعل، وبعدين مش هيحط أسمنت يملي الفجوات، لا، هات نحاس مزاف واغلوا النحاس المزاف وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه؟ اللي بين الطوب المسلح بقى اللي عمله. آتوني ايه؟ زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. صدفين جمع صدف، الصدف هو الجانب. سأصرف عن آياتي الذين ايه؟ يسقطون يعني ايه؟ ياخدوا منا جانب، يبقى الصدف هو الجانب. وما دام جبلين كده زي ده وده كده، يبقى بينهم ايه؟ الفجوه دي. عايز هو يعمل الفجوه دي، هيعمل الحديد ووضعه، قال لهم يعملوا ايه؟ ساوى بين الصدفين. ساوى بين الصدفين يعني بين الجانبين. ساوى يعني ايه؟ ادى مباني او ادى حديد في علو الايه؟ الجبلين. وبعدين قال هاتوا لي ايه؟ افرغ عليه ايه؟ قطره. القطر ده هيتقلل الايه؟ زي الاسمنت لما بيبقى ممرقه كده بيدخل بالايه؟ بين الحديد وبين الايه؟ وبين الزلط. آتوني افرغ عليه ايه؟ قطر. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجانبين تساويا، قال انفقوا، انتوا تنفقوا. جابوا الكير وقعدوا ينفقوا، خلاص. حتى إذا جعله نارا التهب الحديد كده، قال آتوني افرغ عليه ايه؟ قطرة نحاس مساء. وبعدين شوف بقى فوق حديد، والحديد انصهر، وبعدين صب عليه ايه؟ نحاس ايه؟ مساء. يطلع أولا ساوى بين الصدفين أدي علوم، والعملية اللي عملها من المدد يطلع أملس وناعم. ما دام علوم يبقى ما يستطيعش رسوم المعادون إنهم إيه؟ يظهروه ويجوا على ظهره يعلوه. وما دام بالشكل ده الإمكان اللي ما يقدروش يشعلقوا فيه زي الزحلق. نحن على قمة الجبل الذي فيه الردم. بدا الردم وقد غطاه الجليد صيفا وشتاء، يعود ذلك إلى الحديد الذي يحتفظ بالبرودة والجليد طوال العام أكثر من الأحجار، وذلك على مدار 2600 عام. يتضح كم هذا الردم شاهق الارتفاع، وذلك من سقوط قطعة الجليد واختفاء